شوف يا غاز أيها الفرن الجميل، أول شغلة أهلا وسهلا فيك بعائلة ريتشي وننوش. اللي بدي إياه منك طلبي جدا بسيط. اللي قبلك دار بيني وبينه هذا الحديث نفسه اللي هلأ رح يدور بيني وبينك، تمام؟ ما اختلفنا، أنت أفخم من هذا، بس العمر له بتعرف الواحد يعني العمر هذيك الأيام مثلا من 3 سنين أكيد صار في شيء حديث، فأنت حديث، عرفت؟ فأنت لازم تستوعبني لسه أكثر منه، لازم تفهمني على الطاير من شان ما ألعن الخلفك. ماشي يا حبيبي؟ كرشي ثم كرشي ثم كرشي، إياك واللعب مع كرشي. مرتي 5 سنين شيف من الطراز الأول بالوطن العربي بالكامل، ما يوم جبت لها طبخة إلا وطلعت أكلت عضيت أصابعي، يوم جبت لها طبخة إلا وعضيت أصابعي وراهم، أكلت أصابعي ورا أكلات طيب. ماشي؟ يعني إذا خربت الطبخة لا تجي تقول لي من مرتك، يعني إذا صار شيء تأخرت بالطبخة بكرة برمضان لا تقول لي من مرتك. أنا عندي الإفطار إلا الإفطار، دير بالك وتتأخر علي، هي رح تعمل اللي عليها، بس أنت بدك توعدني إنك تطبخ لنا طبخات طيبة، تشتغل بضمير. ماشي؟ حطيتك بمكان مرتب، لوكيشن حلو، امورك كلها تمام، مكيف هون بتكيف، بترتب كل امورك، بدنا لقمه طيبه، والخروف او السمكه او الاخطبوط او البني ادمين اللي بدي احطها جواتك كل بتهتم فيهم. ماشي؟ مروحتين بدل المروحه الك 1 2، اللي قبلك بمروحه واحده خرب الدنيا، انت الك مروحتين. ماشي؟ وحده تنتين، لا تقول لي شوبت، لا تقول لي شوبت، ولا تقول لي صار معك شيء. عم تسمع؟ من اولها اهو انا اسف، انا شوي بتحمس زياده. بدي اياه منك تخدمني صح، وانا رح اضل انظفك وارتبك والمعك صح. جاينا رمضان ان شاء الله، كل عام وانت بخير وعيدك مبارك. فيك جاب عيد؟ ايه بسم الله الرحمن الرحيم. الجامع امي ما في امي كرمال ليش نزعت ما بطلت احكي، خلص اخذت الزبده. عم بحكي انا والغاز. لامي لازم، انا مرتي 5 سنين متجوزه، 5 سنين ما في يوم ما طلعت معها طبخه غير شكل، يجي تنتزع الطبخه يكون هو السبب، يجي يقول لي من مرتك. عرفتي؟ بيحكي انا بفهم، انا هاي لغتنا، هاي بفهم عليه وبفهم عليه. اشوف ايش خلص رجعت خلي شوفي ايش جابت هونيك. هون جابت ايه؟ جابت عصاره برتقال، هي ما كان بدها تجيبها، انا قلت لها بدي اخذها. عندي انا من بتهمني هي، وهي انا بعد بكره رح تلزمها. هي نفس اللي عندي كويسه هي. ايه نصحونا حتى كتبوا لي على السناب انه هي نوعيتها ممتازه. ايه وهي مثلها، هي ما كان بدها، انا حطيتها اضافيه معه، عرفتي؟ ايه بتطحن البصل هذا كويس. ايه بهارات قصص كني ما بعرف. شريتها لساتها بكرتونتها بس عملتها. ايوه ايه يلا. طيب وين راحت؟ ما بعرف شي حاجتنا. لك جيبوا لي دبس الرمان، وينه؟ يا ربي دخيلك الله يصبرني على الزلمه. وين المقبلات؟ لك ليكن الكبه السمبوسه كليالاتي وين؟ رامي انا خبرتكم اذا ما في شيء جديد مع عائلة ريتشي وننوش ما بشتغل، تمام؟ فهاي من الاشياء الجديده. طبعا سمعتكم بس انا هن يمكن 10 ثواني سمعتكم، هو الانترو دقيقه، من ضمنه في انه شيء في انشوده، تمام؟ على رمضان وهيك بطريقه مغنى، يعني هيك شيء حلو. بكره بتصوروا هيك سفره رمضان وبتستخدموا الصوت حتى على الاكشن تبعنا في الرسم. وعلى الاكشن حتى فيكم تصوروا. والله لما لاهلكم ضحك، تلبسوا البامبرز، ممنوع تحضروا حلقات ريتشي وننوش السلسله الرمضانيه بدون بامبرز. والله امي امبارح اجت وشاف، نحن دائما قبل رمضان بتعرفوا هي هلا الانترو اللي مدته دقيقه و10 ثواني ممكن يطلع بين الميوزك والكلام والقصص والمغنى وهيك، صرنا عم نحضر له كم يوم لحاله. انا عم روح وبجي بس ما عم خبركم. بحكي قال لي ريتش قبل ما اطلع المطار، قال شو رايك تاخذ تاكسي تجي لعندنا نسجل؟ قلت له ماني فاضي، بدي اقطع خطر. كان اول الفكره انه بس صوتي، لك وين الهي وين الهديك وين ايش اسمه وين ما بعرف شو. بعدين خطر في بالي انه لا ننوش اكشن، خليها هي تصير رديات، انه انا بقول لها هيك هي بتقول لي هيك، انا بقول لها وين الهي
قلت لي مثلا جايه، انا بقول لك. فالمهم في شيء خطير هلا بكره كمان راح يتصور الانترو، اوكي؟ راح نشوف كيف ننزله باسرع وقت منشان نحفزكم وتسمعوها كمان. اين الشعر؟ امي تقرا سوره البقره قبل ما تنام كل يوم، كل يوم تقرا. بالطياره قراتها 3 مرات. مرت عمو؟ يا عمو بسم الله الرحمن الرحيم. رايح من هون. تعتبرني شيطان انا اذا عم تقرا قران بتقول لي روح من انت شيطان بدك تطلع لي القران. وينه؟ يا عمو قومي قتلوها ما شفتي؟ من هون؟ قومي شوفي هي ساح دمه بقول لك ساح دم. المهم هذا الشيء الجديد اللي عم لكم، هذا من ضمن الاشياء الجديده، بس هدوا علينا شوي. بدي هلا بس لا تخلصي خلص اذا تخلصي اغراض السهره حطي لها كاجو ومكسرات، خلي شو اسمه تفرشي اسنانها فيهم اخر الليل. اهلا وسهلا بكره والله علي على اساس نقعد معك ما فضينا بس هي بتعرف يعني هذا شغلنا. شو بدنا نعمل؟ اليوم شو بتتذكروا عمي ومرت عمي وقت كانوا عنا والله مرات يومين 3 ما نقعد معهم يجي علينا فاجباري. بس لا بيقول لي ليش حياتي مبلشه بكير بالتفريزات؟ ممكن بتجيبي بتساعدك. كله تحضيرات لهالحلوين. ايه لكان لك وين يا رجي؟ ستي راح نص عمرك بسبب هي طلي من الشباك. هي لما اجوا السفره الماضيه بعد عمي، المهم كنا رحنا على البحر، فماشي بتغير مرت عمي صار تركض قدام. انا قلت انه ايش صار؟ ركضت على البحر. هي صار لها زمان ما سبحت بالبحر وهيك، فانا ركضت وراها. فما شاء الله البنوزات عنا. فلما رجعنا على البيت صارت مرت عمي كانت عم تصلي يعني، صورت انه امي على البحر بتركض ووقت الصلاه بتقعد على الكرسي. صمموا لها البانزات انه امي وقت نكون برا البيت وقت الصلاه هيك يمكن شي كتبوا. المهم فنحن من وقتها لهلا حتى لما رحت مرت عمي كل ما بنحكي مع كأنا او ريتشو حتى اولادها وطلي من الشباك، عرفتوا؟ يا الله ليلا. لما دخلت انا وشفتها عم تصلي طلي من الشباك. يا ويلي. حتى مرت عمي كل ما بتسمع الغنية بتتذكر التصميم. هلا جينا على البيت اليوم، والله شفتوا كثير كنا مشغولين عن جد وما قعدنا ابدا نسو. خلصنا كم شغله وبعدين رحنا على الاستوديو حضرنا شيء كثير حلو. السنه عن جد رمضان راح يكون كثير مميز ان شاء الله. فجينا على البيت عرفت انه مرت عمي ما انا نايمه بتقرا بالقران، فقلت لها يلا ما بدك تسلمي منها؟ يلا بس لا تخلصي. قلت لها رح احضر شيء على السريع. الوقت تاخر لانه صارت الساعه 1 بكره عنا فئه بكير. ومبارحه انا لما اجى الفريز ما كثير يعني ما فتحت البوكس. فاليوم مرت عمي لما فتحته قالت لي ليش هيك الفريز مضرب فيه كثير؟ قلت لها والله غريب يعني امبارحه جبته بس ما شيكت عليه يعني. والكرزات خلصوا لما مرت عمي بغيابنا شو اسمه طعمت نور والولاد وهيك اما نصهم مضربين عن جد والله العظيم. فقلت لها بحكي ماما حرام بالعاده ما بيبعتوا لي هيك، غريب شكلهم ما منتبهين او شيء. حطيت صحن فواكه على السرير ما رح احط شيء غير فراوله هيك لانه عن جد انا ما عبالي. هلا بالسهره بعد اشتي. لا والله حتى لما كانوا عندنا كنت اعمل صحن فواكه الشوط كان كبير والله بناكل كملنا والباقي كله برضه بحطه بالبراد. كانت مرت عمي بتحط لها نور وهيك عرفتوا والولاد كمان. فبس حطيت هيك شوية موز فيه تفاح كمان هون فالأولاد بحطهم. بكره بدنا نروح انا وريتشو نجيب حتى اليوم والله قلت لكم بدي اروح اجيب شوية اغراض. كان ناقصني دواء غسيل ما عندي ابدا ولا معطر، وناقصني منظفات، ناقصني كثير شغلات للبيت يعني. حتى مرت عمي وصلتني على كم شغله والله ما مرقت على الماركت. قال لي ريتشو خلص حبيبي اليوم ما فضينا ابدا، بكره بنروح بنجيب كذا كل الاغراض اللي لازمين. هيك هلا
لحد غاد صار شوية نقرشات. شو مكبوب هون؟ أنا ما فهمت. شو هاد؟ مقام السحارة؟ لا مو السحارة، ما بعرف. عادي. تعال نحضر المكسرات. صرنا ساعة زمان ونروح ننام بكرة عنا فائدة كتير. وعندنا شغل كتير حبيباتي. بكرة على الأغلب بدنا نجيب أغراض الكبة. هلا ما بتوقع نشتغل فيهم بكرة، لأنه بكرة عنا تصوير رح نكون مشغولين. أنا ليش فتحت البراد عم بطمن على التخبيزات اللي ما بفهم. هلا طبعا نحن بنجيب الفرن أو الغاز أكيد لنطبخ ونستخدمه وكل شيء. هلا أكيد ما بضل جديد بلمعته ومدري كيف وهيك، بس إنه مع الاهتمام والنظافة والترتيب بنحافظ قدر الإمكان إنه ما يبقى ما كذا مدري شو. يعني القديم صدقا كثير كنت مسحه كثير نظفه، بس عم بقول لكم بوقتها في خروف كثير منزل منه دهن والفرن شغال وما بدي طفيه. حاولت امسح كثير بس علقت علقه مو طبيعي. لسه كان اكثر لك كان هيك عامر واسود. قام شو عملت لما حطيت هذا شو كان اسمه؟ دكتور بيكمان يمكن. ايه حطيت كان نازل جديد فعلا. كانوا هن عاملين اشياء الافران بس عاملين خلطه جديده. لما استخدمتها وقت ابعوا الاظافير الجل تبعوتي صدقا كان رهيب. شل هي الطبقه السوداء وما قدرت اشيلها بايدي. حطيت البخاخ وفي جبت المشحف. هذا المشحف نحن بنقوله بسوريا، فانتم ايش بتقولوا له؟ انا ما بعرف بباقي الدول. حفرجيكم اياه. ما استخدمت الحديد، استخدمت هذا البلاستيك مشان ما يتجرح، حتى اني خايفه انه يتجرح تخيلوا. فعملتها هيك مشان يطلع هذا طبقه الدسم او اللي كثير معلقه وما كانت تطلع معي. فبعد استخدمت رح فرجيكم اسمه. سبحان انه رهيب. لا مو هون. لا بس ما تثبتوا بيتي يا الله. شكلها كانت العلبه خاصه العلبه. معقول هاد؟ لا كان كاتبين عليه جديد. بس انزل على السوق بكره تذكروني اصور لكم اياه. والله فظيع يعني احط بس رغم هيك ضل معلم مكان الدهن النازل نقط سود وهي البقعه كبيره. والغاز عندي صار يعني ما عاد يعطي الغاز المضبوط. الراس الكبير كان الغاز الوسط احسن منه. ما قصة تنظيف نظف لي اياهم مره بابا لما كان عندي. ما بعرف كاتبهم صراحه، مدري كيفش حطوا لهم مواد عشان يشتغلوا. فخلص صار له 3 سنين ونص عندي. سالت انه خليني اجيب واحد جديد. مستنيه هذا اللي جبته صينيته عن جد مرتبه. فهلا عم نحضر غاد السهره، بس انه اكيد ما راح يضل مثل ما كان. والله القديم كثير اهتميت فيه. تذكر وقت جبت له من شيئا هدول لزقات السود يرجع اجيب منهم. والله حموه مضبوط للقديم لانه حرام يعني بهذا الشكل انه يضل اذا ما في اهتمام 100% مثل ما قال. طبعا شو اسمه، انا السيفه ما بضربها ابدا بالغاز. بس لما اجوا وقت شركه التنظيف وهيك حط هذا البخاخ الاسود. هو منيح هذا بينظف وكل شيء، بس بوقتها كثير حف بالسيفه عشان يطلع هذا الدبغ اللي كان عليه. بعدين ما ادري شو كان يبرق كمان دبغ يعني كثير كان زعجني. خلاص غيرناه. هلا نحن بسوريا في اغلب العالم كانت تحط قصدير على الغاز كمان انه يحافظوا عليه ويضلوا نظيف وهيك. دول بيتي ما عرفت ترجعون، بس انا برجعهم هاي وهيك. الريحة ببينوها. هلا انتم جاهزون لاستعدادات رمضان؟ جاهزون؟ والله عم نحضر شغلات كثير حلوة. هاتوا شو خبروني انتم اول يوم رمضان شو مقررين تطبخوا؟ ابدعوني ابهروني. انا والله في كذا شغلة ببالي يعني لسه ما قررت شو بالضبط، بس خلينا نشوف اوريك اذا في عنده اقتراحات ثانية يعني.
هون وراح احط مكسرات صينية. شو كمان بحط بالأخيرة؟ بحط شيبس خل. شو رأيكم؟ بكرة بدي افتح معكم الطلبية اللي وصلتني لحد الآن ما شفت التياب، شو اللي صاير شو مو اللي صاير، يعني شو القياسات وهيك، بس اتوقع انه الاثنين يزبطوا. لهيك انا جبت لكل حدا فينا بدلين، خاصة الأولاد. والله بخاف كثير من القياسات، يعني اوكي انهم بيحطوا العمر بيحطوا مدري شو هيك، بس ايام الا ما يصير خربطة. بتعرفوا يعني اذا جبتوا الشغلة منها قطعة وحدة بتصير خلص يا بتزبط يا ما بتزبط. لهيك للاحتياط جبت لاحمد وايام جبت بدلين، ولمريم سند لا مريم بس جبت لها 3 بدلات، لانه في شيء ممكن خليها تلبسه ممكن لا، شوف اذا هي اذا رح تحبه ولا لا، والشي رح يزبط بلبسوه، الشي ما بيزبط برجعه. امبارحة كمان ما عدنا صرنا هيك اكلنا وعدنا هيك صرنا شغل ساعة زمان، بس ما خلتني احط مرت عمي قالت لي ما تحطوا شيء، نقوم ننام. على كل ما بدنا نقوم ننام كل ما جرت نوم، كل ما فتحت نوم او كيفكم بساعة ما قمنا. هون قلنا بدنا نحط شيبس وهيك وصارت موتنا صاروا جاهزين. ما فينا نتأخر بالساعة كتير لأنه بكرة عنا شغل.